طيب هل بالنسبه للمقاسات دي برضو حاجه كان دايما في دماغي، هل البلاد كلها في العالم المقاسات بتبقى زي بعض؟ يعني هل في امريكا انا بحس مثلا لو انا ميديم مثلا في امريكا ممكن البس سمول او اكس سمول في حاجات، لان هم المقاسات بتاعتهم ما شاء الله اكبر شويه. او لو رحت الصين او تايلاند هتلاقي المقاسات اصغر، فلو انت بتلبس طبعاً. ميديم ممكن تلاقي نفسك بتلبس ناس اكس لارج او لارج. فهل المقاسات دي ليه بتبقى يعني السمول ده مش هو في كل حته في العالم صح؟ وليه طبعا بتتعمل كده؟ هو كل بنت مختلفة من التانية، كل بلد ليهم سايز رينج مختلف عن التانيين. أيوة. فالماركة بتشوف هو ايه اكبر سوق هم بيشتغلوا فيه، وبيعملوا السايز رينج بناء عن السوق اللي هم بيشتغلوا فيه. فمثلا في دنمارك طبعا البنات طوال، أيوة فلازم البنطلون يبقى اطول. ايوه بس وكمان بالذات في الاي كوميرس مهم جدا ان المقاسات تبقى مظبوطه. احنا بنشتغل تقريبا 50% اونلاين. ايوه فلو طبعاً. ده بقى المقاسات أنا مش بطلت خلاص، مظبوطه بقى بطلت. المنتجعات بتبقى عاليه أيوة. جدا، وما بتعرفيهاش كمان. يعني حتى في البراندات العالميه حتى المقاسات بتاعت الجزم بيختلف. خلاص بدات تبقى. يعني انا السيزون اللي فات كنت بلبس مقاس مثلا 41 ونص في حاجه، لو انا طلبته هو في الموديلات الجديده بتبوظ، يعني بيبقى بالظبط. بقيت احس ان الاونلاين ده بصراحه ريسكي قوي انك تشتري منه حاجات. هو بيبقى يعني مثلا في مصر خلاص احنا عرفنا ان المقاسات المتوسط المقاسات ايه واللي بيشتغل كويس معانا. أيوة. فبنعدل بناء عن ده، وهم أيوة. بيعملوا نفس الكلام حتى الماركات اللي بره. طيب يعني هل يعني هي بيبقى شويه المقاسات فيها برضو حته نفسيه كده عشان البنت تحس ان هي انا بلبس سمول، يعني صح؟ شويه طبعا هو بيبسطنا لو بنحس ان المقاسات أيوة. اللي احنا بنلبس أيوة. اصغر، بس أيوة. عشان يبقى مظبوط هو احسن يبقى يعني المقاس يعني فعلا صح. صح. شكرا جدا باشمهندسه نانسي، كنت مبسوط جدا انا معاكي ومبسوط ميرسي بالفكره، جداً. ويا رب دايما انتاج اكتر وتصدير اكتر باذن الله. ان شاء شكرا الله. جدا. ميرسي.